قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ فيلمنا مع مهرج ماسك دكتور في مشرحة وعايز يقتله. الدكتور بيحاول يتصل بالشرطة ولكن المهرج بياخد المطرقة وبيكسر دماغه وبياخد عينيه وبيحطها مكان عينه هو. بعدها بيروح المغسلة وبيكون العامل بتاعها نايم، فبيكون مفكر ان ده كله حلم وهو لسه اصلا مصحيش. المهرج بعد ما هدومه بتتغسل بياخدها وبيخلص على العامل وبيمشي. ده بنلاقي بنت اسمها سينا بتتكلم مع عيلتها علشان الهالوين وايه الازياء اللي هيلبسوها في العيد ده، واخوها بيقولها انه هيلبس لبس المهرج المشهور اللي بيقتل الناس، ولكنها بتكون متضايقه جدا انه هيلبس اللبس ده لانها بتخاف منه. بعدها بتكون سينا في احتفال وفجاه بيظهر المهرج وبيديها هديه، لكنها بتكون خايفه منه جدا وبتفتح الهديه وبتلاقيها قلب بشري. بعدها المهرج بيطلع سلاح وبيخلص على كل اللي في المكان، وسينا بتكون لسه عايشة وبيكون لسه هيولع فيها ولكنها بتصحى وهي أصلا كانت بتحلم. نرجع للمهرج اللي بيكون بيجهز للأسلحة بتاعته علشان الهالوين، وبتكون معاه البنت دي ودي واحدة من الضحايا السابقين ليه، واللي خلى شكلها وحش جدا وبقت تقتل الناس معاها هي كمان، واللي خلاها تعمل كده ان الناس بقت تتنمر عليها. بعدها اخو سينا كان في المدرسة وفجأة شاف المهرج والمساعدة بتاعته، وكانوا هما الاتنين بياكلوا في حيوان ميت. لما شافهم مترعب جدا وخد بعضه وجري. شافته المعلمة بتاعته وراحت تشوف بيجري من ايه، ولكنها شافت الحيوان مرمي على الارض والمهرج كان اختفى. نرجع لسينا واللي كانت بتشتري جناحات علشان الهالوين، لكن كان معاها صاحبتها وجالها تليفون فنزلت علشان ترد عليه، وبيكون المهرج موجود في المكان وبتشوفه وبتفتكر انه مجرد شخص عادي ومتنكر بلبسه. تعدي من جنبه وبتروح علشان تحاسب ولكنها بتكون نسيت شنطتها فوق، ولكن المهرج بيجيبها لها. ده بيروح يلبس نظارة ويعمل ازعاج، فالراجل اللي واقف في المكان بيزعق له. بعد ما سينا حاسبت صاحب المحل قال لها انه هيروح يجيب لها كيس من المخزن، وبيكون المهرج واقف معاها وهي ده كله مفكراه ان هو شخص متنكر بلبسه، ومش هو ده المهرج المشهور اللي بيقتل الناس. وبيتنيه يقرب منها لحد ما صاحب المحل بيجي، وبعدها المهرج بيمشي. وبعد ما سينا مشيت المهرج بيقفل المحل وبيروح لصاحب المحل وبيكون عاوز يشتري اللعبة. وصاحب المحل لما بيقوله على سعرها بيفتح الشنطة اللي معاه علشان يجيب الفلوس، وطلع سلسلة وساطور ومطرقة وإزازة. بعدها طلع الفلوس واداها له، ولكن الراجل زعقله وقال له يطلع من المحل. المهرج وقتها غضب وضربه بالازازه على دماغه، وبعدها قطع راسه عن جسمه بالساطور. ولما سينا رجعت البيت اخوها بيقول لها انه شاف المهرج النهارده، كمان شاف معاها واحده لابسه شبهه. ترجع للبنت دي واللي اسمها إلينا وهي صاحبه سينا. الباب بتاعها كان بيخبط، ولما فتحت اكتشفت انه المهرج، وهي برضو كانت مفكره ان ده واحد متنكر بلبسه وهو كان عاوز حلويات، لكنها قالت له ان هو كبير على الحاجات دي، وبعدين قفلت الباب في وشه. بعدها لقيته بيخبط تاني فبتلقح في وشه الحلويات وبتقفل الباب في وشه. بعدها بتطلع بتلاقيه في المطبخ بتاعها وبتطلع تجري منه وبيجري وراها وبيمسكها وبيعورها من راسها. بعدها بيقطع فروة راسها حته حته، وبعدين بيقعد يقص منها اجزاء بالمقص، وكل ده وهي كانت لسه عايشه. بعدها جاب ملح وخل وحطهم عليها وقعد ياكل. لما ام إلينا وصلت ولقيته بياكل في بنتها اترعبت جدا وطلعت تجري. بعدها بنشوف مجموعه اطفال بيضربوا الجرس على البيت اللي المهرج خلص على إلينا فيه علشان ياخدوا حلويات وكده، وبيطلع لهم المهرج وبيكون حاطط الحلويات في دماغ إلينا، لكن الأطفال بيكونوا مفكرين إن ده كله مش حقيقي وبياخدوا الحلويات وبيمشوا. نرجع لجون أخو سينا اللي كان مرعوب جدا. أمه كانت هتتفرج على فيلم وبتقول له يجي يتفرج معاها. بيكون معاه كتاب فيه كل جرائم القتل اللي عملها المهرج، وكمان بيكون موجود في الكتاب ده كل الضحايا اللي موتهم، لكن أمه بتاخد منه الكتاب وبتقطعه وترميه، لكنه بيشتمها لما بتعمل كده. وقتها هي بتضربه وهو بيزعل وبيمشي. بعدها امه بتحس بحركه في الجراج، ولما بتروح بتلاقي حد موسخ العربيه بتاعتها. بتتضايق جدا وبتقعد تشتم في اللي عمل كده، بتقعد تمسح فيها لحد ما بتيجي تمسح ازاز العربيه، وبتلاقي المهرج قاعد جواها بيطلع المسدس اللي معاه وبيخلص عليها. لما جون بيرجع بيلاقي امه قاعده على الكرسي ودماغها متكسر. اتفزع وطلع يجري، ولكن المهرج لحقه ومسكه وحقنه بحقنه مخدره. نرجع لسينا اللي ركبت مع اصحابها وكانوا مروحين، جيلها اتصال من تليفون اخوها، ولكن ده ما بيكونش اخوها، تكون المساعده بتاعت المهرج هي اللي بتكلمها. بتقلد صوت اخوها وبيقول لها تيجي للكرنفال القديم علشان تاخده من هناك، بتقول لصديقها يوديها للكرنفال القديم علشان تاخد اخوها من هناك. لما بتروح هناك بيجي لها رساله وبيقول لها انه في بيت الرعب. تنزل من العربيه واصحابها بيكونوا مستنينها، ولكن الشاب اللي معاهم كان مزنوق ونزل علشان يعمل حمام، ولكن لما نزل المهرج كان وراه وضربه بالسكينه في رقبته وقتله. بعدها البنت اللي كانت معاهم طلعت تجري وراحت بيت الرعب علشان تلاقي سينا ويروحوا، لكن بيت الرعب ده بيكون المكان اللي المهرج بيقتل فيه الضحايا بتوعه. بتوصل للاوضه اللي في نص بيت الرعب، بيدخل عليها المهرج وبيرمي عليها ميه نار، بعدها بيتنيه يضرب فيها لحد ما ماتت وطلع قلبها وكله. بعدها سينا بتوصل للمكان وبتشوف صاحبتها وهي ميته، بيكون شكلها بقى وحش جدا، لكن بيكون المهرج كمان واقف جنبها. المهرج بيبص لها وبيكون جون كمان وصل للمكان. تضرب المهرج في رجله وبتقول لاخوها يهرب، لكنه مسكها وقعد يخبطها في الحيطه لحد ما عورها. ده اغمى عليها وهو راح يدور على جون، لكنه استخبى منه لحد ما مشي، وبعدها فضل يدور على باب الخروج. لما جه يخرج لقى المهرج واقف في وشه وبيعوره بمشرط في وشه وبيقعد يضحك،
ولكن سينا بتكون وصلت وبتضربه في دماغه وبيهربوا، وبعدها قالت لاخوها هيستناها هنا وما يروحش في اي مكان تاني على ما هي تشوف مكان للخروج. ولكن بعد ما بتمشي بيظهر المهرج وبيضربه بسلسله على ظهره، واخته لما بتيجي المهرج بيضربها هي كمان لحد ما بتاخد سيخ حديد وتضربه في وشه وبتفتكر ان هو كده مات، لكنه بيكون لسه عايش. وبعدها بتلاقي امها اللي ماتت فبتحضنها، لكنها بعد فتره بتتحول وبتبقى المهرج. بعدها بتروح تدور على اخوها وبيكون المهرج راميه على الارض وبيتفرج عليه، بيزقها وبيرميها في اوضه تحت الارض. جون لما بيصحى بيكون المهرج واقف قدامه وعايز يقتله، وبعدها اخته بتطلع وبتفصل راسه عن جسمه، بتاخد اخوها وتمشي. لكن المساعده بتاع المهرج بتكون لسه عايشه. وبعدها بفتره في قلب مستشفى ممرضه بتسمع صوت غريب، بتروح بتلاقي البنت المساعده بتاع المهرج بتكون شايله راس المهرج وهو لسه عايش، بتكون كاتبه على الحيط: ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك فيديوهاتنا اللي جايه.